السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الأول الإعدادي التعليم الجديد 2026 الفصل الدراسي الأول. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا الحكمة وفصل الخطاب. بسم الله بسم الله بسم الله. نكمل طلاب الأحباب وطالباتي، طبعا طالبات الصف الأول الإعدادي. قبل ما نبدأ اوعى تنسى تشترك في قناة مصر اللغة العربية، تنشر الفيديو الأوسع نطاق لأن نشر علم فيه خير كثير. إن شاء الله النهاردة بنتكلم على الفعل المعتل. يعني إيه فعل معتل وأنواع الفعل المعتل؟ عندنا يا جماعة الفعل المعتل هو ما كان أحد حروفه حرف علة. هو ما كان أحد حروفه الأصلية حرف علة، اللي هي الواو ألف المد ياء. عندنا الفعل المعتل 5 أنواع. أول حاجة معتل مثال، يعني أول حرف علة، أوله حرف علة زي وصل، وعد، وهب. ممكن تبقى إيه؟ أول ياء، وديتي معلومة من نجم اللغة العربية ولسه اللغة العربية، زي فعل يبس، يمم، يسر. خلاص؟ يئس. حبيبي سؤال، هات لي 20 فعل ماضي يبدأ بحرف الياء. بعد كده 2 معتل أجوف. معتل الأجوف اللي هو وسطه حرف عل، وسطه حرف عل. قال، صام، عاد، جاء. خلاص؟ بعد كده 3 معتل ناقص. معتل ناقص يا ابني يعني آخره حرف عل، آخره حرف عل، زي قضى، هدى، دعا، سما، نما. خلاص؟ في لفيف، لفيف مقرون، يعني التاني والتالت علة، زي روى، كوى، عوى. في لفيف مفروك، يعني الأول والتالت علة، زي وقي، ولي، وني، وعي. يبقى يا ابن تاني، الفعل المعتل هو ما كان أحد أصوله الحرف العلة. حرف العلة مجموعة في كلمة واي بالإنجليزي، المكتب العربي واو ألف مد ياء. لازم تلقى حرف بالتالي موجود في الأصل الفعل. طيب، عندنا الأفعال المعتلة كم نوع؟ 5 أنواع. معتل مثال يعني أول حرف علة، معتل أجوف يعني وسط حرف علة، معتل ناقص يعني آخر حرف علة، لفيف مقرون يعني جنب بعض التاني والتالت علة، لفيف مفروق يعني الأول والتالت علة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.